نيجي على قارة أوروبا، تضاريس قارة أوروبا. تتميز جبال أوروبا بارتفاعها، وبالتالي بتغطيها بتاع الجليد في الشتاء. يبقى ليه الجليد بيغطي قمم الجبال بتاعة أوروبا؟ لأنها مرتفعة، وإحنا عارفين إن كل ما نرتفع 150 متر بتقل درجة الحرارة إيه؟ درجة واحدة. تفصل بين الجبال أودية، بين الجبال في أودية، الأودية ديت فيها أنهار، ودي على فكرة من أسباب الجمال ومن أسباب السياحة في أوروبا. طيب زي إيه؟ زي نهر الراين ونهر الدانوب. أهم جبال أوروبا، ها؟ أنا عندي الألب والألب الديناري. سلاسل جبال الألب وتمتد من الغرب للشرق، خد بالك قوي إنها بتمتد من الغرب للشرق. وسلاسل جبال الألب في قلب القارة، يعني فين؟ يعني في وسط القارة، ولها كذا اسم. فممكن نسميها جبال الألب الدينارية في جزيرة البلقان أو في شبه جزيرة البلقان. يبقى أنا عندي جبال الألب هي جبال الألب الدينارية، بس إيه؟ بس الجماعة بتوع البلقان بيحبوا يسموها الألب الدينارية، ما يسموهاش الألب بس. في شمال أسبانيا بقى في جبال الألب برضه قال لك بيسموها البرامس. هضاب أوروبا بتمتد وسط القارة من الشرق للغرب. خدت بالك إن أنا قلت الهضاب من الشرق للغرب؟ طب الجبال قلت منين؟ من الشرق للغرب برضه ولا من الغرب للشرق؟ ها؟ شوف كده وقول لي. تقطعها أودية نهرية وتجاورها الجبال، ومن أهمها إيه الكلام الملخبط ده؟ قال لك الهضبة بتيجي من ناحية الشرق للغرب، من ناحية آسيا لناحية المحيط الأطلنطي، وفي وسطها في وسط الهضاب ديت بنلاقي أنهار ماشية. طب إيه أهم الهضاب؟ جاب لنا هضبتين، هضبة الميزيتا ودي في أسبانيا، وهضبة فرنسا الوسطى ودي في فرنسا. وقال لك هضبة فرنسا الوسطى فيها نهرين، نهر السين واللوار. يبقى أنا عندي نهر السين ونهر اللوار دولت في فرنسا، اللي فيهم هضبة فرنسا، وهضبة الميزيتا دي في أسبانيا. طيب السهول، السهول في ساحلية وفي فيضية. قلنا السهول الساحلية اللي هي على شواطئ البحار والمحيطات. طيب تتميز بتعرجها، خد بالك قوي من الحتة ديت، لأن ديت ميزة موجودة في أوروبا بالذات، إن السهول الساحلية متعرجة. طب إيه؟ قال لك السهول الساحلية لما تبقى متعرجة يبقى سهل جدا إن إحنا نعمل موانش، وبالتالي يبقى فيه سفن ويبقى فيه تجارة واتصال بالعالم الخارجي وحضارة وكلام زي كده. الناس كلها اللي ما بتدرسش جغرافيا مفكرة إن المواني تحب إيه؟ تحب الساحل المستقيم. لا، المواني تحب السواحل المتعرجة. يبقى كلما كانت السواحل متعرجة كلما كان فيه إيه؟ موانش. طب فيه مواني ليه؟ عشان السواحل متعرجة. طيب في الغرب والشمال الغربي هلاقي المحيط الأطلنطي وبحر الشمال والبحر البلطي. طب في الجنوب، ها، بيننا وبين إفريقيا، بين أوروبا وبين إفريقيا، هلاقي البحر المتوسط. عندي بقى بعد كده السهول الفيضية. السهول الفيضية اللي هي حوالين الأنهار. في عندي حاجة اسمها السهل الأوروبي العظيم. السهل الأوروبي العظيم ده ماسك من المحيط الأطلنطي طبعا غربا، المحيط الأطلنطي غربا، حتى جبال الأورال اللي هو في آخر حتة في القارة. احنا عارفين إن جبال الأورال هي الفاصل بين آسيا وأوروبا، يعني هو أول أوروبا، والمحيط الأطلنطي هو آخر أوروبا. يبقى أنا عندي السهل الأوروبي العظيم ماسك من المحيط الأطلنطي لحد جبال الأورال، وتتكون من رواسب طينية. طيب رواسب طينية، احنا قلنا اللي بيعمل رواسب طينية وبيعمل رواسب فيضية ده مين؟ الأنهار. وتعد من أجود السهول الصالحة للزراعة. زي ما قلت لك أي سهل فيضي وأنا مغمض أقول زراعة. توجد بها مدن رئيسية. السهل الأوروبي العظيم ده بيمر في مدن رئيسية زي إيه؟ ممكن تجي لك في الامتحان اختيار أو أكمل أو صح وغلط، تقول له زي باريس وبرلين وأمستردام. يبقى باريس وبرلين
وأمستردام. أهم الأنهار أنا عايزك تعرف الأنهار بتصب فين الأول. نهر الفولجة ده أطول نهر في أوروبا، زي نهر النيل ما هو أطول نهر في إفريقيا. نهر الفولجة بيصب في قزوين. طب نهر الراين بيصب في الشمال. طب نهر الدانوب بيصب في البحر الأسود. خلاص، يبقى الأسود الدانوب، الراين الشمال، الفولجة قزوين. ازاي نحفظ انهار قارة اوروبا في اقل من دقيقة؟ انا عندي اهم انهار قارة اوروبا: الفولجة واللوار والبو والدانوب والراين وهنا السين. بص يا سيدي، الفولجة لنا في الدوار، والراء والسين مفرد اسرار، راء وسين او السين وره يعني سر، يبقى مفرد ايه؟ اسرار. يبقى الفولجة لنا في الدوار والراء والسين مفرد اسرار. لو قلبه ذنوب هيروح النار. ذنوب اللي هو الدانوب، قلبه اللي هو قلبه، الدوار اللي هو اللوار، الراء اللي هو الراين، وعندنا هنا السين مش باين على الخريطة ماشي، وعندنا هنا ايه؟ الفولجة. يبقى الفولجة لنا في الدوار، والسين والراء مفرد اسرار. لو قلبه ذنوب هيروح النار. والقارة الأوروبية جبالها جليدية، جبال القلب الوسطى والقلب الدينارية، شبه جزيرة بلقانية ومناخها شديد وقارس بين اسبانيا وفرنسا. هي جبال البرانس وضبها ثلاثية، الميزات الاسبانية وبافاريا الالمانية والوسطى الفرنسية فيها الصين والوار، فاصل اسيا واوروبا. هي جبال القران، هي جبال القران. افريقيا ويا اوروبا والمتوسط منهم فارق، ونقرب منها في صقلية ومناطق جبل طارق. ركز ده كلام مترتب، اسيا ويا افريقيا بيقربهم باب المندب، بيقربهم باب المندب. والتضاريس مش طويل، اسيا جنب اوروبا في البوسفور والدردنيل، في البوسفور والدردنيل. اما سهولها الفيضية سهل اوروبي عظيم، فيها باريس وبرلين. اطولهم نهر الفولجة ومصبه بحر قزوين، والسين في بحر المانش والراين في الشمال. وحدود السهل تبدأ من الاطلنطي للاورال، من اطلنطي للاورال. ركز مع معلوماتي، البو في الادرياتي، وكمان هنقول ونحدد الدانوب شرق القارة ومصبه في البحر الاسود. يبقى انا كده حفظت قارة اوروبا انهارها. تضاريس قارة امريكا الشمالية. قال لك بالنسبة للجبال في امريكا الشمالية هنلاقي عندنا في الشرق الابلاش وفي الغرب الروكي. طيب جبال الروكي اللي في الغرب اعلى سلسلة جبال في القارة. طب احنا قلنا كل ما نرتفع 150 متر بتقل درجة الحرارة، يبقى بتغطيها ايه؟ الجليد. طب الهضاب قال لك عندها هضبتين، هضبة في الجنوب وهضبة في الشمال ناحية الشرق. الهضبة اللي في الجنوب هضبة المكسيك، عند دولة المكسيك. طب الهضبة اللي في الشمال الشرقي قال لك هضبة ليبرادور، ليبرادور. طيب السهول قال لك السهول ساحلية، وديت في الشرق على المحيط الأطلنطي، في الجنوب على خليج المكسيك، في الشمال على خليج هيدسون، في الغرب على المحيط الهادي. طب ليه في الغرب ضيقة؟ السهول الساحلية ضيقة ليه؟ أنا قلت السهول الساحلية بتضيق كلما اقتربت المرتفعات والجبال منها. طيب نيجي للسهول الفيضية. السهول الفيضية عند السهول الوسطى، وهي سهول فيضية متسعة شرق جبال الروكش، وتمتد من المحيط القطبي الشمالي، المحيط القطبي اللي فوق في الشمال، لحد خليج المكسيك، يعني ماسكة تقريبا القارة كلها. تمام. يغطي الجليد أطرافها الشمالية، ويوجد بها
البحيرات العظمى في كندا والولايات المتحدة. نقول تاني، السهول الفيضية هناخد الأول السهول الوسطى. السهول الوسطى واسعة، شرق جبال الركش. أنا عرفت إن جبال الرقي فين؟ في الغرب، هي بقى شرق جبال الركش، وتمتد من المحيط القطبي الشمالي فوق لحد خليج المكسيك تحت، ويغطي الجليد أطرافها الشمالية، لأن أطرافها الشمالية عند المحيط القطبي، والمحيط القطبي متجمد، يبقى أطرافها الشمالية لازم تبقى فيها جليد. وفيها يوجد فيها البحيرات العظمى فين؟ في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. طب في الشمال الشرقي، قال لك في الشمال الشرقي نهر سانت لورنس، وسانت لورنس بيصب في سانت لورنس، ونهر نيلسون، ونيلسون بيصب في هيدسون، حتى عامله زي الاغنيه، نيلسون بيصب في هيدسون وسانت لورنس بيصب في سانت لورنس. وعلى فكره في اغنيه للدرس الهواء الظريفه جدا، هتلاقيه بيقول فيها برضه نفس الكلام ده. أمريكا الشمالية قارة خفيفة شوية، فيها جبال جليدية، فيها جبال جليدية، هنا بلاش دي شرقية، وجبال روكي غربية، وجبال روكي الغربية. لبلاده شمالية والمكسيك جنوبية، هنقولهم ويتعادوا الغرب كولورادو. أما سهولها الفيضية تبدأ من المحيط حتى خليج المكسيك، حتى خليج المكسيك. نيلسون بيصبوا في هيدسون، ولورانوس ليه مصبوا خليج على نفس اسمه. معلومة مفيدة ليك، ميسيسيبي ليه روافد، ومصبوا خليج المكسيك، ومصبوا خليج لتضاريس أمريكا الجنوبية. تضاريس أمريكا الجنوبية، قال لك أمريكا الجنوبية من أسهل التضاريس. ليه؟ لأن فيها جبال واحدة بس، وهي جبال الإنديز، ودي ماسكة غرب القارة من فوق لتحت. يبقى هي سلاسل جبلية مرتفعة تمتد من الشمال إلى الجنوب في غرب القارة بالقرب من المحيط الهادي. يبقى أنا ممكن هنا أجيب لك سؤال، أقول لك ليه غرب القارة السهول الساحلية بتاعته ضيقة؟ تقوم قايل لي بسبب اقتراب الجبال والمرتفعات أو جبال الإنديز من السهول الساحلية أو الساحل. الهضاب، الهضاب أنا عندي 3 هضاب. هضاب قارة أمريكا الجنوبية، جيانا، البرازيل، باتاجونيا. يبقى البت دنيا جيانا في البرازيل. البت دنيا هتجيلنا فين؟ في البرازيل. البت دنيا اللي هي الباتاجونيا جيانا فين؟ في البرازيل. أي خدمة، أظن مفيش أسهل من كده. والبت دنيا تحت، وجيانا فوق، والبرازيل في الوسط. خلاص. هضبة البرازيل في الشرق، وتعتبر دي أكبر هضبة وأعلى هضبة. يبقى أنا عندي أكبر هضبة وأعلى هضبة البرازيل، وفيها نهر ساو فرانسيسكو، وساو فرانسيسكو ده بيصب في المحيط الأطلنطي. وهضبة باتاجونيا اللي في الجنوب تعتبر هي أصغر هضاب القارة. يبقى أنا عندي أكبر هضبة البرازيل، وأصغر هضبة باتاجونيا. طيب نهر ساو فرانسيسكو في هضبة البرازيل. نيجي للسهول، نخش الأول على السهول الفيضية. أهم نهر عندهم نهر الأمازون. يبقى تعتبر السهول بتاعت الأمازون سهول واسعة جدا. وفي عندي سهول نهر لابلاتا، ولابلاتا ده ليه اسم تاني اللي هو البامباس، وتمتد من الشمال إلى الجنوب. وفيها أنهار بارانا، باراغواي، لابلاتا. يبقى بارانا، بارا وبارا، بارا، ولابلاتا، بارانا وباراغواي ولابلاتا. بتصب فين؟ بيصبوا كلهم في المحيط الأطلنطي، يعني ناحية إيه؟ ناحية الشرق. سهل أورينكو بيمتد من الشمال، بيمتد قصدي في الشمال، تمام، وبيصب في المحيط الأطلنطي. طب نيجي للسهول الساحلية. قال لك السهول الساحلية بتتسم بالضيق زي ما قلنا بسبب إيه؟ اقتراب الجبال والجبال الإنديز من الساحل. جنوبية سهلة للتلاميذ،
فيها جبال الانديز، فيها جبال الانديز. هنروح مع الهضاب، ركز في التفاصيل، اجمل هضبة البرازيل، اجمل هضبة البرازيل. كله يراجع معانا، باتاجونيا في الجنوب والشمال هضبة جيانا، والشمال هضبة جيانا. وكمان سهول فيضية ركز معايا يا حبيبي، اوريانكو في الشمال ومصب البحر الكاريبي، ورافد نهر الامازون اوسع روافد نهرية، هو ومع اهل بلادها مصبتهم اطلنطية، مصبتهم اطلنطية. والقارة الاسترالية سهلة جدا عليا، وجبالها مش كتير، هي الحاجز الكبير، هي الحاجز الكبير. فيها الهضبة الغربية اكتر من 50%، انهارها ميري ودارلينج، هي دي سهولها الهضبية، هي دي سهولها الهضبية. توأم افريقيا هي مظاهرهم هضبية، وسهول صحراوية، القارة الافريقية سهولها صحراوية، سهل كيلو نشوف في ليبيا وده بحر العظيم. تضاريس قارة استراليا. اخر حاجة بقى عندي استراليا. قال لك استراليا ديت بالنسبة للجبال هتلاقي فيها حاجة اسمها جبال الحاجز الكبير، تعرف بجبال الألب الأسترالي. طب بتمتد فين؟ قال لك بتمتد ناحية الشرق، وبتأخذ شكل قوس زي حرف سي كده، وتنقسم إلى جبال الحاجز الكبير في الجنوب وجبال الحاجز الكبير في الشمال الشرقي، وبتقطعها بعض الأنهار، تقطعها بعض الأنهار. طب بالنسبة للهضاب قال لك مشهورة بالهضاب زي قارة افريقيا. فاكر قارة افريقيا؟ اهي زيها. عشان كده ممكن يجي سؤال يقول لك ايه الميزة اللي موجودة في استراليا وموجودة في افريقيا؟ تقول له الاتنين معظمهم هضاب، او الاتنين بيسودهم المظهر الهضبي، وده سؤال مشهور قوي وبيتكرر كتير في الامتحانات. طيب عندي المظهر الهضبي بيظهر قوي فين؟ قال لك الهضبة الغربية واكلة معظم غرب استراليا، تقريبا نص مساحة القارة، وبيبرز في وسطها جبال متفرقة، وبيتميز سطح الهضبة ديت بالاستواء. واحنا عرفنا قبل كده ان قلنا ان الهضبة زي الترابيزة، يا اما مستوية يا شبه مستوية. وبيوجد جنوب شرق القارة جزيرة نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية وتسمانيا. وعلى فكرة تسمانيا دي جت السنة اللي فاتت في امتحان دمياط ومحدش عرف يجاوبها الا طلبة قليلين قوي، طبعا اللي انا بدرس له. يبقى انا عندي دلوقتي نيوزيلندا وتسمانيا دولت فين؟ دولت في استراليا. طب نيجي للسهول. قال لك السهول سهول صحراوية وسهول ساحلية وسهول فيضية، ودي تاني مرة بسمع على كلمة سهول صحراوية. يبقى القارتين اللي انا سمعت فيهم عن كلمة سهول صحراوية هما افريقيا واستراليا. تمام؟ وطبعا السهول الصحراوية بتبقى في الغرب عشان الهضبة الغربية، وفي داخل القارة وهي صحاري رملية تقل بها موارد المياه. طب السهول الساحلية قال لك بتضيق السهول الساحلية في الشرق لاقتراب الجبال. احنا قلنا اي سهول ساحلية تضيق يبقى الجبال قريبة من الساحل. وبتتسع السهول الساحلية في الغرب وفي الشمال وفي الجنوب لابتعاد الجبال والمرتفعات عن الساحل. طب السهول الفيضية، السهول الفيضية يعني اللي ورا الأنهار. أنا عندي الأنهار هناك ماري ودارلينج، خلاص؟ طب الاتنين بيصبوا فين؟ قال لك الاتنين بيصبوا في الخليج الأسترالي. الخليج الأسترالي الكبير هناك بيصب فيه جزر الأنهار دولت ماري ودارلينج. وبكده يبقى احنا انتهينا من تضاريس القارات بتاعت العالم. اي حد مش فاهم حاجه يكتبها لي في التعليقات او على صفحه مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك، وانا اشرحها لكم مره واثنين وثلاثه من عينيا الاثنين. ومش عاوز حد يشتكي، ومفيش مذاكره احسن من مذاكره الورقه والقلم. سؤال النهارده ماري ودارلينج اهم انهار قاره استراليا بيصبوا فين؟ اللي يعرف يكتبها لي في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.